بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من أروع الحوارات في القرآن الكريم الحوار الذي دار بين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه الذي كان مشركا. هذا الحوار تتجلى روعته في حلم سيدنا إبراهيم عليه السلام مع والده. هذا الوالد الذي كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، والذي ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليدعوه إلى أن يعبد الله جل وعلا. فدار بينهما هذا الحوار الذي نتعلم منه كيف يكون الحوار بين الوالد ووالده، أو بين الوالد وولده، أو بين الولد ووالده. ما ينبغي أن يكون عليه الحوار من حسن أدب ومن حلم وأناة وتواضع ورغبة في أن يهدي الله عز وجل العاصي منهما، سواء كان العاصي هو الولد أو العاصي هو الوالد. والحوار حين يكون متعلقا بالعقيدة فهو متعلق بأسمى شيء. يعني الخلاف في العقيدة حضراتكم عارفين أنه بيؤدي دائما إلى قد يؤدي إلى تقاتل وإلى في أعظم شيء اللي هو العقيدة، ويوضح لك أو يبين لك كيف يكون الحوار اللي هو في أعظم شيء، فما بالك بما أقل من ذلك. يعني إذا كان هذا الحوار بهذا الرقي أو على هذا النحو من الرقي والتواضع وهو متعلق بالعقيدة، فما بالك بالمسائل التي هي دون العقيدة، إذا كان الموضوع متعلق ببيع وشراء، متعلق بزواج، بطلاق، بما إلى ذلك. يقول الله جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نمسك بقى الآيات دي كده آية آية وكلمة كلمة، ونحاول نستخرج منها ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديقا يعني صيغة مبالغة في الصدق، كان صادقا إلى درجة عالية جدا. إذ قال لأبيه يا أبتي، أول حاجة بنقف عليها نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه بهذا اللفظ المليء بالحنو والطاعة والشفقة والرحمة من إبراهيم لأبيه. إذ قال لأبيه يا أبتي. خد بال حضرتك إن الحوار هنا بين نبي لله عز وجل، بين نبي الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه المشرك. والحوار متعلق بإيه؟ لا هو متعلق بجواز ولا ببيع ولا بشراء ولا بميراث ولا حاجة، متعلق بالعقيدة، بالإيمان بالله جل وعلا، بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. أسمى شيء في الوجود العلاقة بين العبد وبين ربه. ويبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم الحوار بقوله يا أبتي. يا أبتي مختلفة عن يا أبي. يعني يا أبت فيها شيء من الالتصاق، هذه التاء يا أبت أنا يعني تعبر عن الالتصاق بين الابن وبين أبيه. يا أبت يتعلق بها أيضا الحنو والرحمة والتواضع. ما قالوش يا عم، ما قالوش يا جدع أنت، ما قالوش يا أخينا، زي ما بنسمع النهاردة الحوار بين الولد وبين ابنه، الولد وأبيه. بنشوف بعض الألفاظ التي لا تليق الحقيقة بمكانة الأب ولا بدور الأب ولا بعظمة الأب ولا حاجة خالص، ولا حتى بالأم في بعض الصيغ. يعني إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بيلفت نظره إلى أن هذه الأصنام التي يعبدها هي في الحقيقة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئا، فبيحرك فيه عقله، بيحرك فيه وجدانه،
بيحرك فيه إنسانيته، بيحرك فيه دماغه، بيقول له يعني فكر شوية، انت ازاي تعبد صنم حتة حجارة لا هي بتسمع ولا هي بتشوف ولا هي تقدر تعمل لك حاجة لأنها لا تملك لنفسها لا ضرا ولا نفعا. فبيحرك فيه الأول العقل علشان خاطر يستنبط من خلال التفكير انه فعلا على غلط. وبعدين بيرجع يقول له تاني يا أبتي، وهتلاقي كلمة يا أبتي ديت هذا النداء بيتكرر في كل آية. يعني علشان القرآن يقول لك إلى أي درجة كان الحنو من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه، إلى أي درجة كان التواضع من سيدنا إبراهيم لأبيه، إلى أي درجة كانت رغبة سيدنا إبراهيم في إن أبيه يكون من الموحدين كانت رغبة عارمة، إلى أي درجة لم تنفصل العلاقة وهي علاقة الإبوة في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حال دعوته لأبيه المشرك. ما قالوش بقى أنت كافر، أنت مشرك، أنت ما تمثلنيش، أنا ماليش دعوة، ما لم تنفصل، فضل يعني مصر على التأكيد على العلاقة إن أنت أبويا وليك علي حق الاحترام وليك علي حق التواضع وحق الرحمة وحق التبجيل، حتى وإن كنت مختلفا معك في العقيدة وإن كنت تعبد غير الله سبحانه وتعالى. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو عاوز يقول له إن اللي أنا بقول لك عليه ده ما هيش فقاقة، يعني ما هيش حاجة كده جاية قمت من النوم لقيت الموضوع كده خطر على بالي، لا ده مسألة مبنية على علم. إني قد جاءني من العلم، وهنا جاءني من العلم برضو بينسب سيدنا إبراهيم الفضل اللي هو فيه أو الحالة اللي هو فيها بينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بطريق خفي. يعني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما تفكرش إن أنا أحسن منك في حاجة، ده المسألة مسألة علم، أنت أبويا لك علي حق الاحترام، لكن برضو العلم اللي ربنا اداهولي بيجعلني في هذه المنزلة اللي تفرض عليا إن أنا أقول لك خد بالك أنت غلط والموضوع 1 2 3. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وخد بال حضرتك هنا يعني من الصياغة القرآنية العظيمة، إني أخاف أن يمسك عذاب. العذاب يتناسب مع أي اسم من أسماء الله عز وجل، مع مثلا اسم المنتقم، مع اسم إن ربنا يكون معذب. لكن سيدنا إبراهيم استخدم هنا اسم من أسماء الله عز وجل وهو اسم الرحمن، كأنه يرجو الرحمة لأبيه، كأنه في هذه الحالة اللي هو مختلف فيها مع أبيه في شأن العقيدة وإن أبيه متمسك بكذا بيقول له أنا خايف إنه برضه يمسك عذاب من الله سبحانه وتعالى اللي في أصله هو رحمن رحيم، الله سبحانه وتعالى المتصف بالرحمة، وكأنه يلتمس من الله الرحمة لأبيه في هذا الموقف العصيب جدا. فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف بقى رد أبو إبراهيم على إبراهيم، سواء كان والده أو كان عمه، على اختلاف في الروايات وعلى اختلاف ما قاله المفسرون. يعني سواء كان والده فهو الأب الحقيقي أو كان عمه فهو أب مجازي بالنسبة له، لكن هو بيعتبره زي والده. يعني قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوفوا التهديد المباشر من أبو سيدنا إبراهيم لسيدنا إبراهيم بعد كل هذا الحنو وهذا التواضع وهذه الرحمة، وسيدنا إبراهيم عمال يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي أنا خايف عليك، يا أبتي أنا عاوز ربنا يهديك، يا أبتي. قال له أنت بتفارق آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، لو ما توقفتش عن هذا الكلام وعن استمرارك في مخالفتك لديني لأرجمنك. كان لسه من آية واحدة يا رب سيدنا إبراهيم بيقول يعني أنا خايف أن يمسك عذاب من الرحمن، وبيلتمس الرحمة من الله عز وجل بشكل غير مباشر لأبيه. في نفس الموقف أبوه بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوفوا رد سيدنا إبراهيم على أبيه الذي يهدده بأنه يرجمه وأنه يهجره. قال سلام عليك.
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. رغم غلظة أبو إبراهيم ورغم شدته ورغم تهديده ورغم وعيده ورغم مخالفته له في العقيدة ورغم أنه بيعبد الأصنام من دون الله عز وجل، ودي مخالفة يعني عظيمة جدا، إلا أن سيدنا إبراهيم برضو لا زال متمسكا بالحنو والرحمة والرأفة مع أبيه في هذا الحوار. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، حتى ولو أصريت على أنك تستمر في هذه الحالة من المعصية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنا هيكون حالي معاك إن أنا هستغفر لك، ربنا هستمر على الاستغفار لله سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر لك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أنا هستغل العلاقة اللي بيني وبين ربنا وإن لي عند ربنا خاطر وهستغفر لك. طبعا في آية بعد كده الله عز وجل نهى سيدنا إبراهيم عن أنه يستغفر لأبيه المشرك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إلى آخر الآية. لكن ده كان في موقف آخر يعني، لكن أنا ببين لك أنه ما كان يدور في قلب وفي عقل سيدنا إبراهيم ساعة هذا الحوار مع أبيه المشرك. هنا بنتعلم إيه؟ إذا كانت هذه الرحمة موجودة بين الأب، بين الابن وأبوه، بين الابن وأبيه، وهما على هذه الدرجة من الخلاف العقائدي، ما بال حضرتك لما يبقى الخلاف أقل من كده؟ نتعلم هنا إن الحوار يجب أن يكون على هذا النحو من الرقي، إن الابن لما يكلم أبيه يكلمه برحمة ويكلمه بأدب ويكلمه بحنو، ويظل يقول له يا أبتي أو يا أبي أو يا أبويا أو يا والدي إلى آخر درجة، حتى ولو كان مختلف معاه. ولو وصلت المرحلة لأن أبيه يهدده، إن أبوه يهدده بأي شيء، يكون رد الابن على أبوه إيه؟ برضو إننا يعني يتحمل ويستغفر له الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. ده أنا بتكلم في حال إذا كان الأب يعني لو زي أبو سيدنا إبراهيم كده كان مشرك، ما بالك لو كان مسلم أو لو كان حتى على دين آخر لكن على دين كتابي. يبقى الموضوع هنا أوجب في الاحترام وفي التبجيل، وده حوار من حوارات القرآن الراقية التي تعبر أو لها دلالات كثيرة جدا يتكتب فيها كتب ويتعمل فيها مؤلفات عن الحوار بين الابن وبين أبيه. بندرك هنا قيمة الأب وقيمة الوالدين في الإسلام. الإسلام لما اتكلم عن الوالدين عموما، عن الأب أو عن الأم، وضعهما في منزلة عالية جدا. مفيش منزلة أعلى من منزلة إن هم يأتوا في الدرجة الثانية بعد عبادة الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دي أول حاجة. وبالوالدين إحسانا. عارف حضرتك لو ربنا ما قالش في القرآن حاجة تانية، ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة تانية، غير إن بس منزلة الأب والأم جاءت بعد منزلة العبودية، يبقى كفاية قوي. نفهم من هذا الترتيب ما للوالدين من فضل، وما ينبغي على الأولاد من تواضع ومن أدب ومن احترام ومن مساعدة ومن تعاون ومن مع الوالدين. هذا الترتيب فقط كفاية. ما بال حضرتك بقى إن عشرات الآيات ومئات الأحاديث بتحث الناس على إنهم يتعاملوا مع الوالدين معاملة حسنة، معاملة طيبة. منها قوله تعالى برضو في سورة أخرى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. مرتين جت الحكاية دي، مرة في سورة النساء ومرة في سورة الإسراء. مرة في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومرة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أولاد إن هم يعرفوا من خلالها منزلة الوالدين عند الله سبحانه وتعالى. ربنا جابهم رقم 2 بعد العبودية على طول. أول حاجة العبودية والتوحيد، رقم 2 بر الوالدين. لماذا؟ طبعا الكلام واضح ومفهوم وسهل قوي، لأن الوالدين هما السبب في إيجاد الأبناء، في وجود الأبناء. لولا الأب والأم ما كنتش أنت. ده رقم 1. رقم 2، أنت اتولدت كنت ضعيف، لذلك القرآن الكريم في سورة الإسراء بيبين بقى
ليه الأب والأم في هذه المنزلة؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بيفكرك ان انت كنت في وقت من الأوقات أيها الابن اللي مفتول العضلات دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله طول بعرض، وعندك فلوس وعندك منصب وعندك بيت وعندك زوجة وعندك أولاد وعندك عربية ومتفتون ومحدش قادر عليك. القرآن بيفكرك ان انت يا هذا القوي، انت كنت في يوم من الأيام طفل صغير، لا انت قادر تأكل نفسك، ولا قادر تشرب نفسك، ولا قادر تنظف لنفسك، ولا قادر تعالج نفسك، ولا انت داري باللي حواليك، ولا انت عارف اي حاجة في اي حاجة. انت طفل صغير كده، حتة لحمة في قماشة ملفوفة كده على السرير، ما هيش دارية بالدنيا، في ملكوت آخر. في هذه الحالة اللي انت كنت فيها ضعيف، وكنت فيها ما بتعرفش تعمل حاجة لنفسك، كان فيه أب وكان فيه أم، أو كان فيه أم أو لوحده أو أب لوحده، يعني أم لوحدها أو أب لوحده، قائم على خدمتك، قائم على رعايتك، قائم على مصلحتك، قائم على صحتك. اللي بيعالج هو اللي بيأكل واللي بيشرب واللي بينظف واللي بيعلم واللي بيدرس واللي بيودي المدرسة ويجيب من المدرسة واللي بيودي التمرين ويجيب من التمرين. افتكر بقى الحاجات دي كلها. فالقرآن يقول لك خد بالك يا اللي انت قوي دلوقتي، افتكر وقت ما كنت ضعيف وكان الأب والأم أقوياء، عملوا معاك ايه؟ علشان لما تبقى انت اللي قوي وهم اللي ضعفاء في وقت الشيخوخة بتاعتهم، اعمل معاهم زي ما هم عملوا معاك لما كنت ضعيف. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نلتقي بعد فاصل إن شاء الله. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي، بالدموع ندي. إني ببابك مولاي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. أهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم عن بر الوالدين. قلنا إنه القرآن الكريم بيفكر حضرتك في وقت ما كنت ضعيف، والدك ووالدتك كانوا قائمين على خدمتك، فافتكر الكلام ده لما تبقى أنت اللي قوي وهم ضعفاء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا القرآن الكريم احتفى بالأم في آيات كثيرة جدا، وبين ان الام يعني هي التي تحملت ربما اكثر مما تحمله الاب، لان هي التي حملت وهي التي وضعت، وبالتالي تستحق منك انك تكون تحت رجليها. ان الجنة تحت اقدام الامهات، يعني في خدمة الامهات. اللي يكون في خدمة والدته كأنه بالظبط في الجنة، او ان اللي عاوز يدخل الجنة يدخلها من الباب ده. انهي باب؟ باب خدمة الوالدين، باب خدمة الأم. بر الوالدين له فوائد كثيرة جدا. وخد بال حضرتك، سواء كان والدك ووالدتك عايشين أو حتى رحلوا إلى رحاب ربهم، لهم أو لهما حق عليك. حتى اللي والده ووالدته ماتوا برضو لهم حق عليه، هنقوله دلوقتي. ولتعلم أنه رقم واحد، الأب والأم
رضاهم في رضا الله سبحانه وتعالى، أو رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. واضحة قوي دي. اللي يرضي أبوه وأمه يبقى يعني رضا ربنا، واللي يسخط عليه أبوه وأمه يبقى سخط عليه برضه إيه؟ سخط عليه ربنا. رقم 2، تصور سعادتك إنه يأتي شاب، بيروي الحديث ده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأذن لي في أمر الهجرة والجهاد. فالنبي سأله سؤال قبل ما يأذن لي في هذا الأمر، قال: أبقي من والديك أحد حي؟ قال: كلاهما، الاثنين عايشين. قال: ففيهما فجاهد. وفيه رواية تانية إنه شاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أمر الجهاد: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، أعمل إيه؟ قال: أبقي من والديك أحد حي؟ قال: أمي. قال: ففيها فجاهد. ليه؟ لأنه منزلة الوالدين، تصور حضرتك إنها بتأتي بين منزلتين. بر الوالدين ده، منزلة البر دي بتأتي بين منزلتين، بين منزلة العبودية لله عز وجل، بين حق الله سبحانه وتعالى، وبين منزلة الجهاد. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيله. يبقى هنا بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. بنكلم هنا الشباب اللي بتحدثه نفسه أحيانا إنه هو يسيب والده ووالدته ويروح يجاهد في أرض تانية له مفروض عليها الجهاد، مفروض عليه الجهاد فيها، ولا له علاقة بيها، ولا يحمل جنسيتها، ولا له علاقة بالموضوع خالص، لا من قريب ولا من بعيد، وهو ليس جهاد أصلا. الجهاد هو إيه؟ الجهاد إن في عدو جاي داخل بلدك، فأنت بتروح تدافع عن بلدك، هو ده الجهاد. عدو داخل بلدك عاوز، أو واحد داخل بيتك يهتك عرضك، فأنت بتصد هذا العدوان. صد هذا العدوان هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. لما تموت وقتها تبقى شهيد. ليه؟ لأنك مت وأنت بتدافع عن أرضك أو عن عرضك أو عن مالك، زي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إنما واحد رايح بلد تانية، ده هو اللي رايح لهم، مش هم اللي جوله، ورايح بلدهم هم مش بلده هو، ورايح يعتدي عليهم هم مش بيعتدوا عليه هو. ده إيه ده؟ فين الجهاد هنا؟ ده اسمه عدوان، ده اسمه تجني، ده اسمه جريمة، ده اسمه أي حاجة ملوش علاقة بالجهاد، لا من قريب ولا من بعيد. أنا بتكلم بقى كمان لو العدو داخل بلدك، لو العدو داخل بلدك وأنت أمك محتاجة لك، يبقى أمك أولى، والدك محتاج لك، يبقى والدك أولى. عشان كده حتى احنا عندنا في القانون إنه الوحيد الأب والأم ما بيروحش الجيش. شوفوا حتى يعني فهم الدولة المصرية لهذا الموضوع، يقول لك هو في خدمة والده ووالدته، هناخده بقى ان الجيش نعمل بيه ايه؟ شوفوا الفهم العميق للمسائل العظيمة ديت، انه ما قالوش لا تيجي الجيش حتى لو والدك ووالدتك مرضى وما فيش عندهم حد غيرك يخدمهم، لا، قال لك لا، لو انت الوحيد خلاص خليك يا سيدي مش عاوزينك. وكأن الدولة بتعترف بانك لو انت وحيد يبقى جهادك وجيشك عند ابوك وامك. لو انت وحيد يبقى الجهاد بتاعك والجيش بتاعك في خدمة والدك ووالدتك. هنا بنبين يا اخوانا عظمة هذه المكانة، وان الانسان اللي في خدمة والديه قد ايه هو في منزلة عظيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه عليها ويكافئه عليها، رغم انف من ادرك ابويه عند الكبر كلاهما أو أحدهما ولم يغفر له، كليهما أو أحدهما ولم يغفر له. يبقى فرصة عظيمة جدا إنك والدك عايش أو والدتك عايشة، إنك تكون في خدمتهم عشان ربنا يغفر لك، وربنا يعلي مراتبك، وربنا يدخلك الجنة، وربنا ينعم عليك. طب والدك والدتك ماتوا، أنت برضو عليك حق لهم، عليك حق إنك تستغفر لهم وتدعي لهم، وإنك تتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وتوفي بعهدهما بعد موتهما. إذا كان والدك كان معاهد حد على حاجة تقدر تكملها أنت كملها. والدك له قرايب تزورهم، والدك مات ووالدتك ماتت تتصدق عليهم، وتدعو الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وألتقي بكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى، في أمان الله.